وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن العادات وازاي ان اكتساب عادة جديدة بيغير في حياتك، مهارة اكتساب العادات وتطبيقها بيبدأ من جواك، ولازم تكون مقتنع ان في سلوك او طبع معين لازم تغيره. ولو خلينا المجتمع حجة لأي تصرف او طبع احنا بنعمله فاحنا كده مش هنتغير، لان المجتمع ابدا مش بيتغير بناء على رغبتنا. افصل نفسك عن كل الناس اللي حواليك وشوف ايه الحاجات اللي جواك محتاج ان انت تغيرها، وايه الحاجة اللي انت محتاج تضيف عليها. واول عادة هنتكلم عنها النهاردة بتبين ان انت ازاي لازم يكون ليك رأي مستقل بعيد تماما عن استعباد الظروف. وانا هنا بتكلم عن العادة اللي بتقول كن مبادرا، واللي بتبين ان اي قرار او توجه لازم يكون نابع من جواك. وده هيخلينا نروح لجزئية مهمة قوي، انك لما يكون ليك رأي حاول ان انت تقوله وتظهره، وابدا ما تكونش خايف من الاختلاف. وكلنا عارفين ان مش شرط ابدا يكون رأيك مرضي لكل الناس اللي حواليك. انك تكون مبادر برأيك فده بيتطلب منك انك تقول الحقيقة بدون تزييف. مش شرط ابدا انك تغير الحاجة اللي انت شايفها علشان اللي قدامك ما يزعلش، بالعكس احنا ممكن نقول النصيحة باسلوب بسيط كده وسلس وخفيف نخلي اللي قدامنا يتقبلها وحابب ان هو يعملها. خلي كده ليك رأي وتوجه في الفكر، ما تبقاش ماشي كده مع القطيع وخلاص. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا إمعة، ان احسن الناس احسنتم وان اساء الناس اسأتم. الانسان المبادر بيقدر ان هو يغير تفكيره بالطريقة المناسبة اللي تخليه يقدر يندمج مع المجتمع. ولو جينا نقول ازاي ده ممكن يحصل فاحنا بنتكلم على انك بتفهم طباع اللي حواليك وبتقدر تتعامل معاه، زي ما بنقول كده صاحبك على علته. ولو جيت تسألني يعني ايه، فانا هقولك ان في طباع كتير جدا بتبقى موجودة في الناس اللي حوالينا، وفي عيوب بتبقى انت عارفها. مش كل مرة هيحصل الطبع ده هتتفاجئ وهتزعل وهتتعامل كأن اول مرة تعرف ان الطبع ده موجود فيه. وانا شايفة ان الحاجة اللي انت مش قادر تغيرها اعتقد لو هندلتها هتبقى الدنيا تمام قوي. وده بالظبط بيحصل زي ما بيحصل في العلاقات، لما واحدة متجوزة تقول ده طبع جوزي وانا مش قادر اغيره. هنا هي المفروض تقول انا ازاي افهم طباعه واقدر انسجم معاه بالطريقة اللي تحافظ على زواجنا وحياتنا واستقرارنا. حد تاني بدل ما يقول ان انا ازاي مديري مخليني طول اليوم مضغوط في الشغل ومتوتر ومتضايق ومش عارف ابدا ادي الانتاجيه المطلوبه مني. طيب من الافضل من كل ده ان هو يشوف حلول عشان يتخلص من كل التوتر وكل الضغوطات الموجوده عليه. بالظبط زي لما يكون في مشكله او حاجه سلبيه موجوده في حياتك، كل اللي انت تقدر تعمله وقتها انك بس تحاول تتاقلم. ولو اتكلمنا بقى عن الفرق بين الشخص المبادر والغير مبادر، فالمبادر بيتكلم بلغه مختلفه تماما، انا اللي بقرر وانا اللي بختار وانا كمان اللي بقدر اعمل الحاجه دي. اما بقى للشخص الغير مبادر فهو بيتكلم بلغه فيها قله حيله، لغه بقى انا مش قادر او مش هعملها، الحاجه دي اصلا مش مطلوبه مني، اصلا الخطا اللي حصل ده انا مش قصدي ان انا اعمله. الناس اللي بتتملص من المسؤوليه دايما علشان فاهمه ان ده في راحتها، ما تعرفش ابدا ان الراحه اللي بجد انك تبقى انسان مسؤول وليك قرار. وقت ما تغلط ما تهربش ابدا من غلطك، شوف الغلط فين والمره الجايه حاول تصلحه. اما بقى للناس اللي بتقلق كتير جدا في حاجات هي ابدا ملهاش دخل فيها، زي مثلا اخبار السياسه او حاله الطقس او حركات وافعال ناس احنا ملناش سلطه عليهم وبالتالي مش هنعرف نغيرها. اوقات كتير جدا الاخبار السياسيه بتضايقنا او بتاثر علينا، لكن بتبقى عارف في الاول وفي الاخر ان دي قرارات دول وانت مالكش اي سيطره عليها ابدا. وهنا بقى بنضطر نرجع للتغيير اللي بقلوبنا، وده اضعف الايمان. اما بقى بالنسبه للناس اللي بتقلق بسبب حاله الطقس، فيا ريت يعرفوني قلقهم ده ممكن يعمل ايه في التغيرات الكونيه. واحنا هنا نقصد ان انت ما تقعدش قلقان في حاجات انت ما تقدرش تعمل فيها اي حاجه خالص، في حين ان الحاجه المهمه اللي انت تقدر تعملها وان انت تغير من نفسك وتكون شخص مبادر مؤثر على نفسك ومؤثر في المجتمع ممكن تكون من غير قصد، مش مركز ابدا في الجانب اللي انا بتكلم عنه ده. والكاتب هنا بيقولك ان المبادره عباره عن اتجاه من الداخل للخارج، يعني انت بتحاول تغير اللي جواك الاول بدون ما تتاثر باي حد من العالم الخارجي او اي حد من الناس المحيطين بيك. كلنا محتاجين ان احنا نعرف قبل ما نرمي غلطاتنا على المجتمع او نحمله نتيجه اخطائنا، ان احنا نعرف فين الغلطات والعيوب اللي جوانا ونحاول ان احنا نصلحها. والكاتب هنا بيتكلم عن شابه قابلها في مكان هي شغاله فيه، كانت بتشتكي دايما من ان المدير بتاعها متسلط وقاسي عليها، وكمان البيئه اللي حواليها كانت بيئه عمل سامه هي مش عارفه تستجيب او تنسجم معاها، وان حتى زمايلها في الشغل ما كانوش متعاونين معاها ابدا. واكيد كلنا عارفين يعني ايه شغل اللي يبقى بالمنظر ده، ان انت اصلا مش عارف تبص في وش حد وتسلم عليه. وبدل بقى ما تندب حظها وتقعد تشتكي ومذكرات رايحه ومذكرات جايه، قررت ان هي توفر الطاقه والجهد ده وتبذله في حاجه تانية افضل، ان هي تتعلم ازاي تتواصل معاهم. رغم ان انا عارفه كويس جدا ان في ناس مهما حاولت مش هتقدر تجيب معاهم، لان هم ما لهمش كتالوج، هم موجودين كده على سطح الارض عشان هم مؤذيين. بيقولك البنت دي بقى قعدت فتره ان هي تخطط ازاي تقدر ان هي تتواصل معاهم، وفعلا كانت بتعرض خدماتها في المساعده وقربت جدا من زمايلها. وفي الفتره دي رئيسها في الشغل ما اتغيرش، بالعكس اتغيرت نظرته فيها. اكتساب عاده بسيطه زي دي وان هي تبادر بدل ما تقعد تشتكي وتتضايق، عرفت ازاي ان هي تكسب تعاطف اللي حواليها وتكسب صداقتهم. واحنا هنا لسه ما اتكلمناش غير على عاده واحده بس من العادات السبعه، وازاي ان عاده واحده ممكن تغير تفكيرك وتخليك قريب من كل الناس اللي حواليك. وده ابدا عمره ما كان هيحصل لو كان تفكيرك متيبس وغير قابل للتغيير.